السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعمل المغرب في صمت جدي وعملي وعلى مستوى عال من الإعداد سياسيا وعسكريا، مسخرا كل الوسائل والإمكانات لبناء ما يلزم من القوة الضاربة لمواجهة وسحق الأعداء المحتلين لتراب الصحراء الشرقية ومنذ زمن طويل، في تحد مباشر للشرعية الدولية وتعد سافر على ممتلكات وأراضي دول الجوار، لتكون الجزائر البلد الوحيد في المنطقة الذي استغل الاحتلال الأجنبي للسطو وسرقة مناطق وأراضي شاسعة لا تتبع بتاتا تاريخيا للتراب الجزائري بأي شكل من الأشكال. ومهما حاول النظام الجزائري تبرير احتلاله للصحراء الشرقية مما يصفه دائما بالحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، إلا أن ذلك لن يثني المغرب في المطالبة باسترجاع مناطق تندوف وبشار من يد الجزائر سلما أو بالقوة العسكرية، وسواء طال الزمن أو قصر. لذا يولي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يولي أهمية قصوى لملف الصحراء الشرقية، صاهرا جلالته على المواكبة المستمرة لتعبئة وتجهيز وتحديث كافة أركان وأصناف القوات المسلحة برية وجوية وبحرية، في انتظار ساعة الصفر للزحف والتوجه المقدس نحو تحرير مناطق تندوف وبشار المغربية المحتلة، مؤازرين ومساندين بعون الله من طرف الأشقاء العرب الذين يتقاسمون هموم وانشغال المملكة بضرورة حسم هذا الملف قريبا، ومهما كانت حجم التضحيات والأثمان التي ستقدم في سبيل دحر وهزيمة العسكر الجزائري الظالم وإخراجه كليا من الصحراء الشرقية. وفي هذا الصدد تعرب بعض الدول العربية الشقيقة الأكثر وزنا على الصعيد العربي والدولي كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تعربان في السر والعلن عن دعمهما المطلق واللامشروط لأي عمل سياسي أو عسكري قد يتخذه المغرب بخصوص ملف الصحراء الشرقية. وتؤكد الرياض وأبو ظبي دوما أن أي مواجهة عسكرية يخوضها المغرب مع طرف أيا كان سيكونان جزءا منها وإلى جانب وصف المملكة، وستضع السعودية والإمارات كل إمكاناتهما الاقتصادية والمالية والعسكرية والتقنية في متناول احتياجات المغرب الكاملة لخوض هذه المعركة المقدسة ضد الطغمة الحاكمة الجزائرية في الصراع على تحرير واسترجاع تراب الصحراء الشرقية. وبهذا ستستمر معاناة الجزائر ويزداد ضعفها السياسي والاقتصادي من خلال وقوف قوة عربية كبيرة إلى جانب المغرب وبشكل مباشر وصريح في وجه النظام الجزائري الذي رهن على بقاء المغرب وحيدا دون تأييد فيما يخص الصحراء الشرقية، لكن بتدخل السعودية والإمارات وأيضا الأردن والبحرين ستزداد معاناة الجزائر في أي مواجهة سياسية أو عسكرية ضد المغرب
بخصوص هذا الملف الذي سيقتل أي آمال يمكن الجزائر باحتلال الصحراء الشرقية لفترات طويلة قادمة. لقد سئم الصديق قبل العدو من تصرفات النظام الجزائري وحقده تجاه مصالح الأمة وثوابتها، وكذا تدخله في ملفات يراها الآخرون خاصة في المجتمع الغربي مساسا وتعديا على مصالحهم الاستراتيجية. ولجوء الكونغرس الأمريكي في الآونة الأخيرة إلى بحث مشروع قانون بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية لخير دليل على ذلك، بفعل انحياز الجزائر إلى الجانب الروسي ونية النظام العسكري مد روسيا بمزيد من الأموال من الخزينة الجزائرية تحت ذريعة تمويل صفقات سلاح مشبوهة مع الكرملين. يرى فيها الجانب الأمريكي والغربي دعما للمجهود الحربي الروسي الغير الشرعي ضد دولة أوكرانيا. ليكون المغرب ليس وحده من يشتكي من ظلم وتعدي هذا النظام الذي يرى فيه المجتمع الدولي نظاما ديكتاتوريا مارقا توجب معاقبته بشتى الوسائل والطرق الممكنة. وبهذا سيكون أي صراع يفجره العسكر الجزائري ونظامهم ضد المغرب سيكون مدخلا شرعيا وفوريا لتوجيه الآلة السياسية والعسكرية سواء العربية أو الغربية ضد الجزائر، كالذي حدث مع العراق بعد غزوه الكويت عام 90. وستواجه الجزائر حربا ضارية وأوضاعا اقتصادية مزرية ومأساوية، ولن يجدوا طرفا واحدا واقفا بجانبهم، خصوصا بعد أن افتعلوا العديد من الخصومات ووتروا العلاقات مع دول إقليمية وعربية ودولية وازنة ونافذة، وذلك بسبب سياساتهم الخاطئة والعنترية التي همشت وأساءت إلى سمعة ودور الجزائر وعلى كافة المجالات والأصعدة. عددنا الإخباري انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء بحول الله.